كل سنة وانتوا طيبين، وكل ثانية وانتوا طيبين، وسنة جديدة سعيدة ان شاء الله. وانا عايزة اقول لكم النهاردة بصراحة احنا بنحتفل بقدوم سنة جديدة 2005 وخمسة وخميسة في عين العدو، لان النهاردة عندنا احداث مثيرة وخطيرة جدا، وعندنا حلقة هي هديتنا وهديتي شخصيا ليكم في السنة الجديدة، لأن الحلقة دي وضيفتها وشهم هيكون حلو عليكم السنة دي إن شاء الله. حلوة قوي 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 قوي، حلو بطريقة زيادة عن اللزوم. فإن شاء الله هتبقى سنة عسل وفل وقشطة. والعسل والفل والقشطة مرتبط بها لأنها امرأة من برج الجاذبية. جمالها اخترق المجال الجوي للشهرة والنجومية. أنوثتها لا تكفيها حروف الأبجدية. طموحاتها لا تعرف الهدوء أو السلبية. عيناها الملونتان هما المتحدث الرسمي عن كل ملامحها. في ضحكتها مغناطيس، وفي إيقاعها سرعة، وفي أناقتها أسلوب وشخصية. أهاتها ولفتاتها وإيماءاتها محسوبة بالقلم والمسطرة. ورقتها تبدو مثل البودي جارد الذي يحاصرها ويعلن عن وجودها، لأن لا صوت عندها يعلو فوق صوت مشاعرها، ولا حلم عندها يفوق أحلام موهبتها. ثورتها جزء من نجاحها، وجرأتها أحد أسباب نجوميتها. تستطيع ببساطة أن تمارس التهور والتحدي والمستحيل، فهي امرأة الفصول الأربعة. ولا يمكن أن تضبط ساعتك على حالة الطقس عندها. التناقضات تسكن كل دقيقة في عمرها. ممكن تمنحك حبها وفي لحظة تنسى. ممكن تتحول معاك إلى غيمة دافئة، وفي أقل من ثانية برقها ورعدها يبدأ. أجمل ما فيها أنها سر صعب إنك تفهمه. هي مثل الموسيقى سهل أن تعزفها، ومثل الحب مستحيل إنك تخفيه. بداخلها نهر من الشوق والعشق والحنين. بداخلها زلزال وفيضان وجنون وأحلام تسابق العصافير، وضعف جميل وحنون. هي أنثى شديدة التوهج ورائعة الحضور، مفترسة أحيانا بجمالها وطيبة دايما، غامضة وواضحة، متمردة وعفوية. معها وأمامها بتتشكل اللغة وبتتغير إيقاعاتها وبيختلف أدائها. معها يجب أن تشطب كل أفكارك الجاهزة عن النساء، لأنها خلط التوابل وتجارب ومشاعر وعذابات وأهات وأغنيات. هي بركان مشتعل من الأنوثة. قدها المياس يا عمري يشعل الإحساس. هيفا. حلوين رقصني أنا دلعني أنا حبيبتك أنا بس هي مين
دلعني أنا حبيبتك أنا بس هي مين أنا هينفع أنا من غيري أنا أقلك دلب عيون حلوين رقصني أنا دلعني أنا حبيبتك أنا بس هي مين أنا هينفع أنا من غيري أنا رقصني أنا من غيري مين هينفع أنا من غيري أنا حبيبتك أنا من غيري مين يا حياة قلبي وكل منى معاك عمري ما قلت الآه ليا هواك بنسى أنا كل كده ملك هواك حياة قلبي وكل منى معاك عمري ما قلت الآه ليا هواك بنسى أنا كل كده ملك هواك عتمة ليل ونار عم تحرق أسرار ودقة قلبي تقول طفي طفي النار عتمة ليل ونار عم تحرق أسرار ودقة قلبي تقول طفي طفي النار يا رجاله هايفه بس في ايه يا جماعه؟ اعصابكم في ايه؟ اعصابك تعبت يا اسامه ولا ايه؟ أعصاب ونار. على الهوا هيك طلعت على الهوا. سيبيها انت على الهوا دلوقتي، بس ده هوا جميل قوي على فكره، هوا حلو. وبعدين اسامه الاستوديو مانجر واضح ان اعصابه تعبانه شويه. هايفه سلامتك ألف هو سلامة. شافك من هنا اعصابه تعبت، يعني مش قادر يتمالك نفسه. من ايه يا اسامه؟ من الجمال هذه القطعه الفنيه الانسانيه الجميله. هايفه كل سنه وانت طيبه، ميرسي. وكل ثانيه من عمرك ان شاء الله وانت طيبه إن شاء الله وبخير لنا وسعادة. ولإليك وللمشاهدين وللجمهور. وانا قلت احلى هديه نهديها لجمهورنا النهارده في العالم العربي اننا نهديكوا هايفه وابتسامتها وجمالها في اول السنه عشان نبدا بالتفاؤل. أنا كل كده ملك إيديكم. خلاص بقى هتفنا كتير نتكلم شويه مش قادر. ها عايز تهتف انت؟ اعمل ايه في الشباب؟ هايفه نتماسك ونمسك اعصابنا شويه. اولا تقولي بقى ايه للناس في السنه الجديده؟ بتتمنى لهم ايه؟ ان السنه دي تكون ايه؟ سنه سعيده، سنه جديده. بتمنيها سنة خير إن شاء الله وسعادة وسلام لكل العالم، وإن شاء الله ما بنشوف أبدا حدا مضايق وزعلان ومحروم. ولجمهوري بقول له أنا كل كده ملك هواك. اوه أكيد بدي أتمنى كمان لشركة روتانا سنة خضراء
ان شاء الله دايما هالشعار بضلوا عالي وضل حامينا وضل شركة روتانا رعايتنا وحمايتنا من كل شيء، وان شاء الله دايما نقدم كمان كل شيء حلو ونكون عند مستوى حسن ظن الشركة مثل ما وضعت فينا ثقة، كمان نكون على قد هالثقة. هذا كل شيء بتمنى ان شاء الله وتبقى سنة خضراء علينا زي ما قالت هيفا. يا سنة خضراء، دي فعلا سنة خضراء من أولها واضح. هو الخضار مش مني. عايزة أقول لك خبر إننا النهاردة طبعا بنحتفل مع هيفا على قناة روتانا موسيقى بوجود قناة روتانا سينما على الشاشة العربية، أول مكتبة أفلام عربية كبرى. وبنحتفل على روتانا موسيقى إننا معانا هيفا، وبنحتفل بقدوم العام الجديد وهديتنا ومفاجأتنا الجديدة لجمهورنا اللي هي روتانا سينما. واتمنى بقى ان انت تكوني معانا كمان في روتانا سينما ان شاء الله، زي انت ما روتانا موسيقى عندنا ادوار كده ان شاء الله اكيد وافلام كتير. ما احنا برضه بننورها يعني زي ما منورانا. مش كده؟ انا شعارنا في روتانا سينما بنقول للناس مش هتقدر تغمض عينيك، فانا عايزاكي تقولي مش هتقدر تغير المحطة. أنا عايزاكي بقى عند فتحي كده وخشي لي عليها كلوز يا فتحي وقولي لروتانا سينما، قولي له مش هتقدر تغمض عينيك. هي الكاميرا حمرا دي دي حلوة قوي. قولي له مش هتقدر تغمض عينيك. مش هتقدر تغمض عينيك. كمان واحدة بقى، قولي له روتانا سينما مش هتقدر تغمض عينيك. روتانا سينما مش هتقدر تغمض عينيك. نغني بقى يا هيفا، نغني نقول حاجة؟ نغني ما دام هم أعصابهم تعبانة كده. مبروك على الألبوم الجديد. والحقيقة انه واضح انه يعني كله حاجات اغنيات كلها مفاجأة وجميلة، بس انا لازم اسألك اولا واخيرا من هو رجب؟ رجب اي حد بقى عايز يسمي نفسه رجب ويغير اسمه يبقى رجب بقى. هنغني رجب بس دلوقتي هغني ما خدتش بالي. غنوة من كلمات الأستاذ هاني عبد الكريم، ألحان الأستاذ طارق أبو جودة، توزيع أستاذ هادي شرارة، وكمان استوديو هادي الشرارة. ان شاء الله تعجبكم ان شاء الله. نقول ما خدتش بالي بس انا مثابره ان انا نحكي حكايه رجب ونص كلمه. الكاتب الكبير احمد رجب لما كتب نص كلمه وقال هيفا وهبي لما غنت رجب الناس كلها بقوا يكلموني في التليفون ويقولوا له هيفاء وهبي بتحبك. ده انا لسه ما غنيتهاش قوي. انا لما يستنى علينا شويه، لما يستنى شويه هيسمع كتير. لا هي فعلا اغنيه انا كتير بحبها من كلمات الاستاذ احمد ماضي والحان الاستاذ هيثم زياد، اثنين اشخاص فنانين لبنانيه. كان الالبوم خلاص اكتمل وما بقى في عندي اغاني، يعني ما بقى وارد اخذ اغاني، وسمعت الاغنيه وعجبتني وسجلتها ومع انه هي شوي تسربت يعني قبل اوانها للسوق بس الحمد لله لقيت كثير اعجاب واكيد حسمعكم اياها. هنسمعها النهارده. رجب اسم مصري قديم كان كثير ينذكر بافلام المصريه القديمه. انا حبيت هيك الاسم غريب وبعصرنا الجديد ما بقى عندنا شيء قديم فخلينا نستعمل اسم شوي في اصاله باغنيه مهضومه هيك صار. أنا عايزة أقرأ لك الكلام اللي قاله الأستاذ أحمد رجب. قال
فسر عشاق هيفا الموضوع على انه الكاتب الساخر الكبير احمد رجب. بعد الاعلان انهالت المكالمات على الكاتب الكبير تساله هل هو حبيب هيفا وهبي. احمد رجب كتب مقالا في زاويته الشهيره نص كلمه يعلق بطريقته الساخره على هذا الموضوع ويقول: فوجئت بمكالمات من مجانين هيفا وهبي يسألون هل هي تقصدني عندما قالت لمجلة الكواكب أنها في حالة حب وإن حبيبها اسمه رجب. رغم أنني لم أكن قد طلعت الكواكب فقد أكدت للمجانين أنني المقصود فعلا وأننا سنتزوج بعد أن تعتزل هيفا حسب شروطي. وهنا تنفجر العبارات الغاضبة وأحدهم صاح ساخطا: يجي الحلق للي بلا ودان عايزها تعتزل. اندهشت جدا لدقة معلوماته، كيف عرف أنني بلا ودان؟ هيفا كانت سعيدة بمداعبة الأستاذ أحمد رجب وقالت طبعا أنها لا يمكن تعتزل، مش كده؟ والله أنا لسه ما تشرفتش بمقابلة أستاذ رجب الحقيقي اللي حضرتك بتتكلمي عنه. هيدا بصراحة أنا بحياتي ما تعرفت عليه. بس هو الأغنية بتمس يمكن كل إنسان اسمه رجب لأنه، بس أنا لو فعلا بحب حد اسمه رجب كنت حغني لأحمد. أيوة بس ما غنيش اللي بحبه نفسي. بس هو أحمد رجب. لا بقى أغني لمصطفى بقى. بس انا عايزه اقول لك طبعا انت اكيد عارفه الاستاذ الكبير احمد رجب ككاتب ومعروف انا يعني. بيسعدني وبيشرفني انه استاذ كبير وكاتب وناقد لاذع مثل استاذ رجب انه خفيف انه الداعي بفكره اغنيتي حاجه عظيمه. اي اكيد هذا الشيء بيسعدني، ولكن الاغنيه كانت صدفه. أيوة. واكيد انا كنت عم بحكي مع كل انسان اسمه رجب، بيسعدني انه يكون استاذ احمد رجب شخص منهم. كل انسان نفسه بقى يبقى اسمه رجب، احنا اتفقنا. انا اسمي مصطفى بس بدلعوني بيقولوا لي يا رجب. نشوف بقى اغنيه هيفا ما خدتش بالك. نشوف ازاي ما ياخدش باله ده حتى ما يبقاش انا اللي ما عنده خدتش بالي. انا انت ما خدتش بالك. انا اللي ما خدتش بالي. ما ينفعش هو اللي ما ياخدش باله. اتفضل. وما خدتش بالي ان
العسكر هلا بس تقطع هيك بتضل تخش لورا. اوكي. Yalla, stand by, please. On camera. Stop. Action! يلا. Action! يلا كثير يلا. Action! يلا. لا انا هونيك من جايين وعالم وشلو وناس بدك تجرب، لا بدك تجرب تحافظ على الديستنس، يعني رح اقول لك شو معقول تاخذ. عيونك تلمع مضوية عيونك تلمع مضوية هذا الخطبوط لمين هذا الخطبوط؟ هذا ب1000 الألف قطعة اتصال ب1000 1500 ألف هيا هذا أبو علي السماك كانت نقلتنا من ضيعة حملاء على ضيعة فنوري ذكرتك يا عليا وذكرت عيونك ويخرب بيت عيونك يا عليا شو حلوين طلع فوق تحت اسرع
يجي هو. انت بتطلع هيك صلوا للشباب هيك. لا عادي عادي بس بدون تمثيل. يا مصطفى يا مصطفى أنا بحبك يا مصطفى. عايزني اقول لك اني دايبه من زمان في هواك، باين عليا شوقي ليك وانت مش داري. ليه؟ وين؟ شيخ هذا قرب شويه من عينيا تحس بناري. يا حياه قلت لك هيبقى تتوقع بتقول ثابت من تحت هيدي ما تمنتجه. ايوه هلا وطي بعد شو تعود هيك. طب مش هقولك اني روحي يا حبيبي معاك، قرب شوية من عينيا تحس بناري. يا حياة قلبي وكل منى معاك عمري ما قلت الآه. مبسوط منيح شفارة. ليك كان زي واسع. يلا ستاند باي ولا تفكر. نعم باين عليا شوقي ليك وانت مش داري. هذا 6 باي 6 بولو. انا عايزه اقول لك انه الميكنج بتاع اغنيتك ده جميل جدا، والاغنيه نفسها جميله جدا. شكرا. وزي ما قلت هديتنا ليكوا في بدايه السنه الجديده هيفا واغانيها الجديده في البومها الجديد الجميل. فانا عايزه اقول ان احنا عندنا هديه لهيفا هنقدمها لها دلوقتي وتقول لنا رايها فيها ايه. هي الهديه حقيقه من قناة روتانا سينما. واو. تحب تشوفيها؟ أحب أشوفها. أول حاجة هتتعرض في التقديم بتاع شخصية روتانا سينما، مقدمين لك هدية صغيرة كده. تفتكري هتكون إيه يعني؟ هتكون إيه يعني؟ هتكون إيه يعني؟ بطولة فيلم مثلا جديد؟ عادي. ممكن. روتانا سينما مش هتقدر تغمض عينيك. هيدا أحلى هدية وأغلى هدية بتوصلنا بحياتي. مش مصدقة. خلاص. لا بجد استنى، ممكن بقى تسكتي شوية؟
نتكلم شويه، اسمع بس الست رايها ايه. اكثر مره بلاقي هديه بتوصلني هالقد لها قيمه عندي، هاي الهديه وميرسي كثير لكم، ورح احتفظ فيها وان شاء الله يا رب كمان ست هند رستو تشوفها، انبسط فيها إن لانه شاء انا الله. بموت فيها ومبسوطه كثير انه كيف عملتوها. شفتي بقى؟ عن جد فظيعين. واو، روعه روعه. هنشوفها على روتانا سينما ان شاء الله، ياي. وهتبقي معانا في روتانا سينما دايما وكل Thank you. يوم. انا محظوظه فيكم، ميرسي. الله يخليك يا هيفا. هيفا، نتكلم بقى على المفاجأة الجديدة. وأنا شفت في الميكنج أنت طالعة الجيش بيحرسك والقوات معاكي وحاجة جامدة جدا كده حدث يعني. لما بتفتكري لما كنت لسه في البداية بتشوفي بتقولي هعمل عارضة أزياء، ولا صاحبتك قالت لك تعالي نروح المعرض بتاع المجوهرات ده يمكن نلاقي شغل، من بنت صغيرة مش معروفة ما حدش عارف عنها حاجة، يمكن تجربتك الحياتية كان فيها بعض الصعوبات، وفجأة بتلاقي نفسك في الوضع ده والجمهور وبيهتفوا اسمك والناس بتبص عليكي من الشوارع والبيوت، بتحسي بايه؟ انا بلاقي كل الامور اللي بنتعرض لها بحياتنا هي نتيجتها بتكون اللي نحن عليه هلا، وكل شيء الانسان يوصل له بالحاضر هو نتيجه اللي صار معه بالماضي. فبعتقد كل الظروف اللي مرقت فيها هي نتيجتها هيفا وهبي اللي موجود اليوم قدامكم. اكيد بشكر ربي، اعطاني اكثر ما بستاهل، اعطاني جمهور بياخذ العقل وناس تحبني، واعطاني فن حلو احبه كثير واقدم له كل شيء وكل طاقتي اللي بقدر عليها. بحس اكيد بشعور غريب، بحس انه انا مصدر سعاده للناس، لانه كمان انا وصغيره كنت احب اشخاص وكنت احب اتقرب منهم، كنت اقول كمان انه يا شحلهم يالهم، فبحس اني محظوظه لكون بهالوضع هلا، وان شاء الله اقدر احافظ عليه ان شاء الله دايما. زي ما قلتي دلوقتي على الست هند رستم اللي هي يعني من علامات السينما العربيه الجميله. شوفي انت بتقولي واحنا صغيرين كنا بنبص لها يعني النموذج الجمال والفنانه العظيمه. انا لسه ببص لها ولسه لغايه النهارده بنبص لها فنانه عظيمه وجميله وعندها حضور طاغي فظيعه، وشيء دي من الكنوز اللي عندنا في نحن كثير محظوظين بالعالم العربي انه عندنا كم هائل من الممثلين الكبار اللي بنتشرف انه هن عرب، والست هند رستم اكيد وحده منهم، وكثير في فنانين غيرها. نحن ربينا يعني عم نتفرج على السينما العربيه المصريه بالابيض والاسود لغايه هلا، فاكيد نحن محظوظين ليكون عندنا هيك اشخاص بعالمنا العربي، وان شاء الله نكون نقطه ببحرهم. ان شاء الله نكون نقطه ببحرهم. بتتمني في يوم من الايام انك تكوني على الساحه السينمائيه زي ما دخلتي في الساحه الغنائيه؟ بتمنى اذا بدي خوض هالخطوه خوضها صح، اعمل شيء اعمله صح، ما ينحسب علي خطوه ناقصه. فطالما عم بشتغل مع ناس يوجهوني بطريقه صح ويعلموني كمان الاشياء اللي ناقصتني، اذا انا عندي اساسا موهبه فبعتقد ان شاء الله بتمنى اكيد تكون اولى خطواتي على طريق السينما مثل اللي بشوفه انا بالسينما القديمه، بتمنى ان شاء الله. بس هيفا ما بتخافيش انه يكون السينما هتجيلك علشان شكلك وعشان جمالك عشان صورتك، مش بقدر ما هي جالك كنموذج للاغراء؟ يعني احنا لما بنقول الست هند رستم كانت نموذج للاغراء الانثوي الجميل، لكنها كانت ممثله قديره. أكيد. ما بتخافيش ان يكون السينما جالك عشان جمالك مش عشان موهبتك؟ انا عارفه ان اتعرض عليكي بطولات كتير وان انت بترفضي. اكيد انعرض علي امور سينمائيه وسيناريوهات بسبب شكلي وبس، فكنت حس انه الخطوه رح تكون ناقصه، كنت خاف خوضها لحد ما تقابلت مع استاذ المخرج المصري الكبير استاذ داوود عبد السيد، واستاذ كبير بعالم طبعاً. السينما والاخراج طبعاً. وشجعني على خوض هيدي التجربه السينمائيه، وكانت نتيجتها اني امضي
عقد مع استاذ الكبير احمد زكي، اللي انا بيسعدني وبيشرفني انه امضي انا وياه بعقد مع بعضنا، اسامينا تكون بعقد واحد. فبعتقد انه مسؤوليه كبيره وان شاء الله اكون قدها. وبتذكر استاذ داوود قال لي مش حتخطي ولا خطوه في الفيلم قبل ما انت تكوني مرتاحه ومتاكده انه انت عم تعملي شيء يلي لازم تعمليه، واذا حسيتي انك مش قادره تعملي هالشيء فيك تنسحبي. يعني ما حسسني انه هيدا عبء، وكمان بنفس الوقت ما حسسني انه دي حاجه سهله وخلاص وتتعمل ولا. قال لي هيدا شيء منه سهل ابدا، ولازم له دراسه ولازم له مثابره وجهد، ولكن بالاساس لازم له موهبه حقيقيه، وان شاء الله اكون قدها. ما بعرف. بس ده خبر جميل ان انت هتعملي بطوله مع الاستاذ العظيم احمد الله زكي، يخليه اللي معايا. بنتمنى له اننا نراه على الشاشه قريبا باذن الله، وبنتمنى له وندعي له من قلبنا دايما بالصحه والمزيد من الموهبه ان شاء الله والمزيد من الابداع اللي بيمتعنا بيه على الشاشه. ده خبر جميل ومع استاذ كبير زي المخرج داوود عبد السيد. لكن الدور مش هتكلمينا عليه ولا تقولي لنا حاجه لا، عليه؟ خلي شويه اسرار بقى. شويه اسرار. انا قلت انها سر غامض في البدايه وانا عارفه انها هتفضل سر، لكن هل قابلتي احمد زكي وقعدتي معاه؟ نحن تقابلنا لما مضينا الكونترا انا والاستاذ مخرج الاستاذ داوود عبد السيد. وبصراحه لما انعرض علي الفيلم انا كنت كثير مبسوطه وما ترددت اني اقبل. بالعكس هالمره كان العكس، كان المخرج استاذ داوود هو المتردد، خايف يكون عم بنقيني او المحيطين المسؤولين القيمين على الفيلم عم بنقوني لانه بس هيفا شكل. وطلب انه ما نبت الموضوع قبل ما نقعد مع بعضنا ويراقبني، وصورنا كثير امور ارتجاليه يعني من محور اجتماعاتنا اللي حول الفيلم، وشاف اشياء انا عملتها مش كتمثيل على الكليب، لا شاف مقابلاتي وردود فعلي. وبعدين عرفت انه هو بيريدني بهذا الفيلم، وعلى هالاساس وقعنا. هل حتعملي تدريبات في التمثيل أكيد. او حتاخدي دروس؟ أكيد ومع مين؟ في دروس قبل مع استاذ خاص بهيدا المجال، خاصة لهيدا الفيلم بالذات. فيلم على فكرة اسمه رسائل البحر. ان شاء الله خير، واكيد ان شاء الله استاذ احمد كمان بيشجعني، وان شاء الله اكون قدها لهالخطوه. لا طبعا ده اختيار جميل. لو قلت لك في نجمات السينما على مدى تاريخ السينما العربيه والسينما المصريه 100 سنه من السينما بنشوفها على الشاشه من الابيض واسود لغايه النهارده، تحبي ان انت يكون فيكي، هقول لك بعض الاسماء وتاخدي من كل واحده من دول ايه؟ يعني لو قلت لك تاخدي ايه من هند رستم؟ عندها شقاوة بأنوثتها، يعني عندها إغراء بس كتير في هضامة وكم كبير من الأنوثة. أكيد رح كون كتير طميعة هون واختار هيدي النقطة. سعاد حسني؟ خفة دمها وجمالها. نقول فاتن حمامة؟ فاتن حمامة ست الكبيرة الله يخلي لنا إياها، بحبها كتير، بحب الرقي والهدوء اللي كان بشخصيتها، حتى لما تكون زعلانة كانت هادية كتير. حكون طميعة واختار كل حاجة حلوة من الكل. كل حاجة حلوة. أنا عايزة أعرف رأيك، كل واحدة بتشوفي فيها إيه أهم نقطة؟ تختاري إيه من يسرا؟ الكلاس انا بسميها مثل بصورها هيك شكلها ووقفتها مثل الطاووس. مثل الطاووس. ايه. وبعتبرها مع احترامي لكل الممثلات الموجودين اليوم وبيمثلوا سيدة الشاشة اليوم الملونة، السينما الملونة. ده لقب انت بتديه ست الستات. ست الستات يسرا. لو قلت لك بنرجع بالزمن كنت تحبي تقفي النهارده واقفه مع العملاق احمد زكي، كنت تحبي تقفي من نجوم وعمالقه الشاشه مع مين؟
بحب وحش الشاشة الله يرحمه الأستاذ الكبير فريد شوقي. وبحب توفيق الدقن، بتصدقي؟ بحبه كثير. مجرم الشاشة. مجرم الشاشة. ايه فاكرة توفيق الدقن كان بيقول ايه؟ لا. ده ليه أقوال مأثورة. حد ايوه يا وبحب يا وكان بيقول حاجة همبكة، مش كده؟ كان كلمة همبكة. ألو يا همبكة. تعرفي تقوليها ألو يا همبكة؟ الو يا همبكة. انتوا جاهزين اهو حافظين يا وألو يا همبكة. بحب طبعا كمان ست نادية الجندي كثير. أيوة. تعجبني القوة الشخصية اللي كانت عندها بأدوارها كلها. مع انه دائما اخر شيء في ضربة مطوة يا سكين، بس كان عندها شخصية فظيعة بالتمثيل. وخاصة هي كمان كان عندها أقوال، يعني سلم لي على البتنجان. ايوه عندها أقوال كتير. ايه فظيعة. وايه كمان غير سلم لي على البتنجان؟ عندها ما حبكش وانت كده، صح؟ ايوه ما احبكش وانت كده. ما حبكش وانت كده. احبك وانت كده. الهام شاهين تاخدي منها ايه؟ الطيبة، عندها طيبة وعندها صدق فظيع بعيونها. يعني أنا بصدقها أي دور تمثيل تعمله طبعا بتوصل لك بصدق فظيعة. ممثلة صادقة طبعا، لأنها ممثلة قوية يعني. لأنه قوية لأنه بتنسى، يعني بتتقمص الشخصية لدرجة بتعابير وجهها عيونها بتوصل لك الدور بطريقة كتير صادقة. نسينا نقول عمر الشريف. يقبرني بموت فيه. بتموت فيه. حبيبي أنا بموت فيه الأستاذ الكبير عمر الشريف. اتقابلتي معه؟ ايه تقابلنا وتقابلنا كمان بودع بكان بالفستيفال، وكنا أنا وياه على السجادة الحمراء طالعين نحضر بريمير لفيلم. ويومتها قدمني للصحافة العالمية بطريقة كتير حلوة. وبعتقد انه في كثير ناس سالوا مين هالبنت الحلوه الجميله اللي مع عمر الشريف. فعلا لانه كنت حده اكيد. احنا حطينا صوره دلوقتي انت وهو. اكيد بحبه كثير بموت فيه. كنتي تحلمي في يوم ان انت هتبقي على السجاده الحمراء في كان مع عمر الشريف؟ ما كنتش احلم. لا في اللحظات دي بتفكري ولا بتبقي مش واخده بالك؟ كنت مصدومه وقلبي بهدول الصور قلبي كان عم بدق. وهو كان بيقول لي حاجات على صوت واطي، يعني كان عم بيحكي معي يقول لي شفتي كل الناس بتعمل ايه انه كرمالك، شفتي شو؟ انا قال له لا اكيد كرمالك. يقول لي لا ده ليكي، وابتسمي وانبسطي وافرحي عشان انت عندك مستقبل. وانا بقول له ميرسي كثير، لانه انا هاي الثقه اللي كانت موجوده بالصور انا كنت حده اكيد. هل طموحاتك زي ما سمعنا انه توصلي للشاشه العالميه والهوليوود، وانك عندك عرض من فيلم في هوليوود؟ طموحاتي اكيد كل انسان منا عنده طموحات يوصل لاكثر من اللي هو فيه، وانه يكون معروف بطريقه كثير حلوه باوسع اطار ممكن على الكره الارضيه. واكيد عندي هذا الطموح. هلا قد ايه بقدر احقق منه، قد ايه الله بيقدر يطعمني منه، انا بكون مبسوطه كثير. بس اكيد عندي طموح كثير كبير وعندي احلام شوي هيك يمكن اكبر مني، يمكن احلام بحس احنا عايزين نشاركك احلامك اللي اكبر منك. عندي اكيد طموحات كثير، وبحب اني اكون عم بقدم على صعيد عالمي عمل حلو احكي فيه باسم لبنان. فاكيد من هالمنطلق انا حدودي السما بالاحلام. بحلم كثير وبطلع وبطير وبعدين اوبس انا على الارض. بس يلا ادينا حلمنا. في اقوال كده مأثوره في العالم العربي، ولو اني مش بتفق عليها، يعني بشوف انها اقوال مأثوره وامثله شعبيه مش مفروض ان احنا ناخدها كده ونقول الكلام ده صح. يقول لك ايه؟ ما طار طير وارتفع الا كما طار وقع. ده لو طار. حتى الطير ممنوع يطير يا عم. الله خلق له جوانح ليطير كمان ممنوع.
سيبونا نطير يعني، سيبونا احنا نحلم. حنحرم كمان على الطير انه يطير. الله الله خلق الطير حر، والله خلق الطير ليرتفع، وخلقنا على الارض بس عطانا عقل لنعرف نرتفع بطريقه كثير حلوه. فليش لا ما نستعمل عقلنا؟ مثل ما كمان في كثير عنا اسامي بالعالم العربي وصلت بعقلها، مثل دكتور زويل يعني من الناس اللي بيشرفنا بالعالم انه ينقال عنه عربي، ويعني يا لمصر انه مصري. وكمان مثل الاستاذ عمر الشريف ومثل كثير ناس طلعوا من وطنهم العربي لبرا. اكيد هو حلمه، واكيد من الاشخاص اللي حققوا يمكن طموحاتهم واحلامهم، بس اكيد اجتهدوا لحققوا هالحلم. فانا ماني مع انه الانسان اذا حلم يعني معناتها انه عم بيطير ورح يوقع. ده كلام فارغ. بس أنا لازم الانسان موافقاكي. ليك انا مع انه الانسان يوقع عشان يقف من تاني، يعني نوقع عشان نتعلم نرجع نوقف صح. ما في شيء. وقعتي كثير يا هيفا؟ انا وقعت وما حدش سمع لي. وقعتي كتير؟ وقعتي ووقفتي تاني وقعت. انا شخصيا وقعت ووقفت 100 مره. يعني انا الكرسي يعني اللي قاعد عليه اليوم من ورا اني وقعت ووقفت وقعت ووقفت، بعدين جيت وقعت على هالكرسي لتساليني هالسؤال. اكيد تعلمت هلا اني مش اني ما اوقع، لانه ما بعرف المستقبل شو بخبي لي، بس تعلمت اني ما اشوف حفره اروح يعني مكوعه من حدا. احيانا بتشوفي حفره بتقولي خليني اوقع لاشوف شو الاحساس. ليش لا؟ الانسان مش عيب انه يغلط، عيب انه ما يعترف او انه ما يتعلم مره ثانيه من غلطه. يعني انا بلاقي انه اكيد كلنا وقعنا بالحياه ورح نضلنا نوقع ونرجع نوقف اذا الله بده. هيفا، لما يكون النجاح مفاجئ وسريع بصوره كونكورديه يعني وبصوره صاروخيه زي ما حصل لك، والنجاح مع جمال وشهره ربنا اداهم لك الحمد لله، الحمد لله، ده ما بيخليش ناس تغير منك بشكل يجرحك؟ اول شيء انا يعني نجاحي ما كان صاروخي مثل ما حضرتك قلتي، لا انا على مهلي، يعني شوي شوي انا دخلت على دومين الفن. بالنسبه للنجاح يعني هذا شيء قبول كان من الناس ونجاح اجى بسببهم للناس، طبعا ربنا اراد هالشيء فصار. اما بالنسبه مثل ما بيطلع لك اشخاص بحبوكي وبتمنوا لك الخير بينبسطوا لنجاحك، بالمقابل بده يطلع كمان اشخاص يتضايقوا شوي من هذا النجاح. ما بيمنع حقهم، كل انسان حر يعبر عن شعوره بالطريقه اللي بشوفها صح. بس بتشوفي استنى يا شباب بنتكلم. هيفا، بتشوفي الغيرة في عينين الناس؟ بتشوفي الغيرة في عين الستات لما بتخشي مكان وطبعا كل الناس بتدور راسها ونبص؟ انا كنت موجودة معاكي في مكان وشفت الدنيا كلها وانتي داخلة بيبصوا عليكي بس بذمتك مش كلهم كانوا عيون محبة؟ انا ما بشوف عيون يعني الا عيون ناس بتحب، ناس عم تطلع لانه لازم تطلع، لانه كل انسان بالحياه انا مسلط علي الاضواء، واكيد لما افوت على محل بدي اعرف مسبقا انه انا فايته للناس تشوفني، ولكن ما بشوف غير عيون بتحبني. اكيد في بعض النظرات اللي مش كثير مستحبه، بس ما بعلق عندها لانه بشوف اكثر منها بكثير ناس نظرات حلوه ونظرات ما فيها شر ابدا. ما بعلق بقى على نظرات الثانيه يعني. بس في عندي كلام هنا بيقول في مركز البحوث الاجتماعيه قالوا انه هيفا سبب في اغلب النزاعات الزوجيه. تقلك شغله، العلاقه الزوجيه يلي بتكون لهالدرجه يعني
شوف رجيل يعني حساسه تيصير في نزاع ومشكل بسبب مشهد على التلفزيون او بسبب فنانه على التلفزيون، فاذا اكيد كان في مشكله اعمق بكثير بالبيت، وهي منا مشكله رئيسيه. لا هو طبع في الراجل العربي دايما يحب، حتى لو مراته كانت ملكه جمال لازم يقول شوفوا طب الحكومه. مش معنى هي بتقول الله عمر الشريف قمر، طب ما يقول هو هيفاء قمر كمان مش يعني كده؟ انا بلاقي يعني دايماً الرجالة موضوع كده. ثقة بالنفس أكثر، ونحن وجدنا لنقدم فن لذيذ وصورة حلوة عن بلادنا للناس، وموجودين لنسعد الناس مش لنعمل لهم مشاكل، هي أولاً. وبلاقي كمان إنه الست العربية المشاهدة حتى الله أنعم عليها بكثير أمور حلوة بالحياة. المشاكل الزوجية صدقيني مش معقول تكون لهالدرجة صغيرة تتأثر تلفزيون يأثر فيها، أكيد في شيء أعمق بيكون لا موجود. هو فولكلور شعبي من الرجل الشرقي، بس انه أنا يقعد يقول بقى ده مراتي الحكومه، ده مراتي شايفين احنا قاعدين مع ايه شوفوا القشطه والعسل، هيدي ودايما عبارات- يقولوا على الست الشيخ الغفر اللي قاعد جنبي وحاجات كده. يعني مسحات بيهزروا مع بعض، أنا ماليش دعوة بقى. تيجي انت تروحي طالعه في التلفزيون تقولي لهم يا حياه قلبي وقلبك تلج قلبي نار، أنا بقول يقول ده لها للعيال، شايفه لأولادهم. الستات، شايفه الستات. أنا بقول ده لعيالهم، ماليش دعوة مش كده، بيهم. مالكيش دعوه. مش عايزين نخش في السياسه، ولو انك انت دخلتي في السياسه لما روحتي معرض افتتاح معرض الكتاب في بيروت. نعم. وكنتي يوميها سفيره يا من هيئه الاذاعه البريطانيه في افتتاح معرض الكتاب، بلاقي وخطفتي الاضواء من رئيس الوزراء. يي أنا ما قلتش حاجة. انا اللي قلت. هلا طبيعي بأي مكان الثقافة بتلعب دورة فيه والشخصيات السياسية، فطبيعي انه يصير مفاجأة لما تدخل شخصية فنية او معروفة بغير اطار. فمن هالمنطلق يمكن صار لفت النظر. بس انا بقول انه طالما الفنان دائما بقول بيحمل رسالة، وبيقبل احيانا دعوات كثير خاصة بالفن، فليش لا مرة من المرات نقبل دعوة ثقافية ونشارك فيها. وانبسطت انا انه كان عندي دور ولو صغير وفعال بهالمناسبة، انه BBC انجلش تختارني سفيرة للغاتها اللغة الإنجليزية. ومن هالمنطلق أنا حضرت معرض الكتاب، ومثل العادة هيفا لما تكون بمحل بينقسموا الناس لاثنين. ايوه بين اسمه ايه بقى الاثنين؟ ها؟ يعني ناس انه معقول هيفا عم بتمثل الثقافه، عم بتمثل دور ثقافي، وكأنه أنا فتت على معرض الكتاب لأحرق الكتب. وبلاقي أنا أنه أحيانا كثير يعني نحن كمشاهدين خليني أقول وكمعجبين بفنانين نتأثر فيهم، نتأثر أحيانا بطريقة لبسهم، بطريقة حكيهم، أحيانا نتأثر. يعني اليوم إذا فنان عمل شغلة حركة معينة على المسرح بتلاقي كل الجيل الصغير عم يعمل مثله. فاليوم لما BBC تختارني تأطلع أقول افتحوا كتاب وتعالوا ندرس انجليزي، بعتقد هيدي رساله حلوه ما فيها شيء بضر. وانا بقول لها للBBC ميرسي انك اخترتيني، والله يساعدك انك اخترتيني. ايوه خطوه جريئه. النقاد نزلوا فيهم في الجرايد، يعني في نقاد، في مع وفي ضد، في ناس اخذوا الموضوع كثير شخصي، في ناس مثل ما حضرتك ذكرتي يعني خطف الاضواء. او انا بصراحه ما كنت ابدا بعرف انه انا فقت من النوم لبست ورحت على هيك مناسبه اعمل هالشوشره. كل الموضوع انه مثل ما بظهر باي، مثل ما بقبل دعوه احيانا بتكون يعني ليش احيانا الفنان بيعمل دعايه؟ يعني انه ليه بدي اطلع اعمل اعلان لشيء تجاري وما اطلع اعمل اعلان لشيء ثقافي؟ انه انا بلاقي هون دوري فعال اكثر كفنانه. هل في نوع من الاستهتار او الاستصغار لعقل المرأة الجميلة؟ بتحسي ده؟ مع انه نحن كبلد يعني بلد هل ده بيستفزك احيانا؟ انه بيفكروا انه لازم المرأة الجميلة تقعد تحكي بس عن شكلها وتحكي انه
وين عم تلبس وتقعد هي وصاحبتها يتحدثوا بس بهالاطار، بفكروا انه هذا العقل ما بيشوفوا اعلى من يعني انه احيانا كثير بيكون راسها اكبر بكثير من شكلها، واحيانا بتحمل دماغ كثير كبير وبالصدفه مسابقه انها حلوه، ولكن ما بيمنع ابدا انه في ناس كثير بيلتهوا بالشكل الجميل وما بيقعدوا يفكروا شو في ورا الدماغ. بيستفزني هالشيء، لا طالما انا قادره اثبت حالي قد ما فيي بكل الاتجاهات وبكل الاطارات ما بيستفزني ابدا. وانا بقول للامراه الجميله اثبتي حالك وما تخافي ابدا، ومش معناتها اذا انا اليوم بشعه يعني ذكيه، ممكن تكون امراه حلوه وذكيه اكثر ما هي حلوه، ممكن يكون العكس انا ما بلاقي ابدا مقياس الجمال لعقلها ولا تفكيرها ولا ثقافتها، ما بلاقي ابدا وعلى مقياس. فكره على العكس دايما بيجيبوا المراه المثقفه جدا انها تكون بشعه وانها تكون نكشه شعرها ولابسه جزمه مقطعه وهدوم مش انثويه، يعني هو في يقول لك الله بس دي stereotype. صحيح شكلها كده بس دماغ. وده ستيريوتايبنج، لان الست ممكن تكون الاثنين يعني انثى وجميله وفي نفس ما الوقت بقول لك عندها عقل في دماغها. الشكل منه مقياس للي هي بدها تقوله ولا لطريقه تفكيرها ابدا، ما بيمنع انه تكون بتفكر بطريقه ومثابه انه عندها شكل بيكمل هالتفكير. بس في ناس ما بيحبوا يقتنعوا بهالشيء، مع انه بندعي الديمقراطيه وحريه الراي ولكن ما بلومهم، معلش. في ناس كثير اخذين فكره انه اذا الفنانه ما كانت مخضرمه وكبيره كثير بالعمر ما بنصدقها شو عم بتقول، واذا كانت صغيره وبتحكي مع جيل صغير وبتقدم فن معين لجيل حالي وجيل شبابي، انه هذا اكيد افكارها مش ابعد من هيك. هن حرين بطريقه تفكيرهم وانا كمان حره بطريقه تفكيري. والكلام ده تيجي ازاي الحكايه دي؟ تيجي ازاي مثلا؟ تيجي ازاي؟ تيجي ازاي؟ ونسمع من هيفا تيجي ازاي؟ نشوف تيجي ازاي.
لا ما اقدرش. تيجي ازاي ما صدقكش انت فاكرني ما اعرفكش. تيجي ازاي ما صدقكش انت فاكرني ما
كل سنة وانتم طيبين وسنة جديدة سعيدة مع هيفا. بركان مشتعل من الأنوثة، قدها المياس يا عمري يشهل الإحساس في الصدور، عندما تتحرك على المسرح تحاصرها النظرات والكاميرات والآهات وعيون الرجالة والستات. لا تدعي أنها مطربة ولا تلميذة أم كلثوم ولا وريثة الست فيروز، بل هي حالة خاصة في ساحة الغناء. هاجموها فازدادت شعبيتها، انتقدوها فمنحها عشاقها عرس النجومية. جريئة، مغامرة وعنيدة، أحلامها عريضة وطموحاتها بلا حدود. سألوها سنة 2004 كانت سنة السعد في مشوارك، قالت أيوة بس لسه عندي كتير ما حققتوش. بورصة أسهمها في ارتفاع ومؤشرات نجوميتها دايما في العالي، وهي معانا الليلة تملى ليلنا بهجة وفرحة ونشوة ومفاجآت، ودايما عندها مفاجآت لأنها هيفاء وهبي. هيفاء، نعود لاختياراتك الجميلة في ألبومك الجديد، ولازم أسألك مين اللي هتقولي له أنا هيفاء أنا؟ بدي أشكر طبعا أستاذ الياس الرحباني لأنه شرفني بلحن كتير حلو وبدي أعيشه، هو عنوان الألبوم. وأنا أخذ هجوم كتير جدا بسبب دفاعه حتى عندي هنا في البرنامج أستاذ الياس رحباني دافع عن وجودك وعن موهبتك، ان انت بتأدي كويس، بتأدي بإحساس، وان حضورك جميل، وهاجموا ناس كتير يعني يقولوا له الياس رحباني انت يعني هيفا. استاذ الياس حب يبرهن انه ممكن مغنية بصوت متواضع تقدر تأدي أغنية رحبانية بدون ما يكون فيها فلسفة اللي الناس بتحكي عنها كتير ليهاجموا بس لمجرد الهجوم، وانه ممكن كمان هذا الجيل يتاثر بالرحابنه ويغني من الحانهم العظيمه. والدليل على هالشيء انه كنا حافظين كل الحان الرحابنه، وهن من الاشخاص اللي اسسوا بالموسيقى العربيه بلبنان. وطبيعي انا بيشرفني اني اتعامل مع استاذ كبير مثل الياس الرحباني. وكمان هذا الشيء استاذ الياس قدم لاشخاص كثير الحان مش كلهم كانوا مخضرمين بالفن، وبس لما وصل لعندي بتعرفي قلت لك مثل العاده في ذبذبات بتصير وزلازل عادي، تعودنا متعوده. هيفا، هربتي من السؤال. انا قلت لك بتقولي لمين بصدق شديد انا هيفا انا؟ بقول انا هيفا انا لكل حدا بيسالني شو اسمك. تقولي لمين تيجي ازاي؟ تيجي ازاي ما صدقكش يا كذاب. طب مين تقولي له بحبك حب؟ ما حدش يستاهل غير بس اكيد بقولها لاشخاص بنصدق انه بحبونا حتى لو نحن مش موجودين معهم. بقولها لكل شخص قريب مني، من اهلي، من اصدقائي القراب. بس لو سؤالك يعني اللي انا فهمته السؤال اللي بالي بالك، فعلا ما حدش يستاهل لحد دلوقتي يعني. لحد النظريه دي مش هتتغير الى اشعار اخر. يعني ده لازم يكون راجل قوي جدا اللي هيغير النظريه دي ان شاء الله. يعني ربنا فيش ناس كان عندهم امل قالوا لي قبل الحلقه واضح ان احنا حطمنا كل احلامهم. نخلي امل صغنن، نخلي نديهم امل صغنن طيبه برضه، مش عايزاهم يفقدوا الامل. معنى كده ان مفيش حد تقولي له يا حياه قلبي. وده كله مش عاجبك ده كله انا اقول ده. نعود بقى لألبومك الجميل ونقول عمري ما قلت
عاشت مع نفسها ومع الجمهور، وانا هنا ما يعني نسيتني. ماشي ماشي هاي. لا انت كمان حياه قلبنا كلنا. انت حياه بس اكيد هن حياه قلبي انا. أكيد. هن أكيد. سبب نجاحي، وانا بدونهم يعني ما كنت انا هيفا. بس انا هرجع برضو للاستاذ رجب، ولازم اعرف قصه رجب معاكي. ايه رايكم نغنيها من غير ما نرد على السؤال لا ده؟ لا نرد على السؤال، نتكلم على رجب. نتكلم على رجب. اولا رجب، انت قلتي اسم مصري وشخصيه مصريه موجوده في حياتنا. الاسم ده اسم مصري 100 وانت فيكي نصك مصري، وفي ناس كتير ممكن يقولوا لا ده مش نصها مصري ولا حاجه. ده بقى اتهام كمان؟ تصوري يا سلام. تصوري هتحسدوني على امي كمان. ماما كانت بتكلمك وانت صغيره بالمصري ولا برضه بتكلمك لبناني؟ ماما لحد هلا لهجتها مكسره، بس اكيد لانها عاشت بلبنان كل حياتها فبتحكي لبناني. بس بعدها يعني لما بتعصب الله وهدول بيطلعوا منها الشرش المصري موجود شويه المصريه. بس انت بتحكي معاها لبناني ولا بتحكي معاها مصري؟ لا انا بحكي معها لبناني وهي بتحكي لبناني، بس بعدها عندها تكسيره المصريه يعني. بس لما بيجي على مصر بحكي مصري اكثر منها. بدي اقول لك شغله بالنسبه لاغنيه رجب وكل الاغاني. ليه؟ انه دائما الفنان لما بيأدي اغنيه وبينجح فيها بينسب النجاح لنفسه، مع انه هو مش بس هو مسؤول عن هذا النجاح. يعني انا بكون عم بنقل مشاعر كاتب ومشاعر ملحن ومشاعر موزع باسلوبي وبطريقتي بقدمها للناس. فلما تنجح الاغنيه هذا النجاح مقسم علينا نحن كلياتنا كفريق اشتغل. انا لما غنيت رجب فعلا استاذ احمد ماضي هو كاتبها مستوحيه اكيد من التراث المصري، اسم قديم كتبها من زمان وحس انه انا بقدر غنيها واديها بصوتي بطريقتي. كذلك الامر بالنسبه للملحن هيثم زياد، انا بشكره على هاللحن. وعن جد هي شخصيه مصريه موجوده من خيال الكاتب، بس انا بيسعدني انه يكون اقترن الموضوع بطريقه يعني خلينا نقول شوي فيها خفه دم ومع استاذ احمد رجب. بس عم نعلق عن الموضوع كانه انا بشرفني اني اتعرف عليه. انا فعلا لسه لحد دلوقتي ما تشرفتش اني اتعرف على استاذ احمد رجب. بتشرف، هيدي يعني اكيد وكل ما يسمع يمكن لهالغنيه يمكن يتبسم، وهذا هدفي بالنهايه اني اسعد الاشخاص. كل الرجاله هيتبسموا حتى اللي مش اسمهم رجب وهينبسطوا جدا. نشوف رجب ونعيش شويه مع رجب وهيفا.